في الفيديو ده هعرفكم ازاي تنقلوا اي نوتيفيكيشن عندكم على الموبايل تبقى لايف وتظهر على الناو بار او تظهر فوق زي الكورة بالمنظر ده. طيب اول حاجة هنحمل برنامج اسمه لايف بريدج. لايف بريدج ده لازم نديله كل الصلاحيات. اول حاجة هتدوس اوبن وتديله ان هو يقلاو عادي، مفيش اي مشاكل، والاشعارات التانية برضو هتديلها قلاو كده يكون اشتغل معاك. طيب تعالوا بقى نستكشف ايه اللي فيه. الاعدادات اهم حاجه، لازم ان هو يشتغل في الباك جراوند، ما تنساش ان انت لازم تبقى مشغله في الخلفيه، اوعى تديله اي ايه تقييدات. طيب في نتورك سبيد، بيظهر سرعه الانترنت في الاشعارات فوق بطريقه اللايف، ان هي تقدر تظهر معاك على الناو بار عادي جدا. زي ما انتم شايفين على الناو بار ظاهره بكل سهوله وبكل بساطه، وشكلها لطيف وجميل جدا الصراحه. طيب مش ده بقى اللي احنا جايين عشانه. اللي جايين عشانه هي الكونفرجن ده اللي هو بيبدل اي برنامج باشعاراته ان هي تظهر كلايف، وفي الباي باس عشان لو البرنامج ما حولش اوتوماتيك تقدر ان انت تعدل. زي ما انتم شايفين كده هنجرب مثلا ان انا ابعت رسالة على الواتس. الاول زي ما انتم شايفين السرعة فوق اهي في اللايف، وهبعت حاجة على الواتس. على الواتس هتبعت الرسالة، هتوصل لي رسالة عادية جدا بإشعار عادي جدا زي ما انتم شايفين، مفيش أي حاجة لايف. اللايف بس الوحيد اللي هو بتاع النتورك سبيد دي بتاعت السرعة. طيب لو احنا بقى دخلنا على البرنامج بتاع اللايف بريدج ودخلنا على الباي باس واخترنا بيك اب، هنديله الاو ونختار الواتس. بعد ما هختار الواتس تمام، ولو جيت دلوقتي بعت اشعار للواتس عادي جدا تاني، بص بقى ايه اللي هيحصل. هتبدأ تظهر معاك في اللايف نوتيفيكيشن فوق، لو انت دوست عليها تبدأ تظهر لك اهي، وتبدأ إن أنت بقى تبدل ما بينها وما بين بتاعة السبيد عادي جدا. ولو أكتر من حد بعت لك إشعارات هتظهر لك، وهتظهر لك تحت كمان أهي زي ما أنت شايف في الناو بار. تقدر بكل بساطة تستخدمها، بس الريبلاي بيبقى واقف، مش عارف بقى دي ممكن يكون لسه برضه البرنامج تحت يعني إيه التجربة لسه، ففي مشاكل كتيرة فيه. وتقدر تبدل بقى ما بين الإشعارات اللي عندك على الناو بار عادي جدا بدون أي مشاكل وبكل سلاسة. فالموضوع الصراحة لطيف جدا إن هي تبقى ظاهرة معاك بالمنظر ده. طيب دي حاجة، يعني دي أهم حاجة فيه. طيب ايه تاني موجود فيه؟ ان انت بقى تحط اي برنامج انت مختاره وهيظهر اشعاراته فوق عادي جدا بدون اي مشاكل. ولو الكونفرجن يعني ما عملش لازم تحطه في الباي باس. طيب في ايه تاني ممكن نستفيد منه؟ ان انت الرسائل بتاعت ان انت مثلا بعت لك فيها او تي بي كود، تقدر ان هو اوتوماتيك بيديتكت الكود ده، بيشوف هو الرقم ده ويعمل له كوبي على طول، يحطه لك في الكليب بورد بتاعت ايه الكيبورد، تقدر ان انت تعمل له بيست على طول. فموضوع لطيف. الاكسبيرمنتال بقى والحاجات الجميلة اللي موجودة تحت دي يعني ايه مش هتحتاجها انت دلوقتي. اهم حاجة عندك هي التركيز على الكونفرجن وعلى الباي باس، هي دي اهم حاجة، وتقدر تطفيه من هنا عادي بدون اي مشاكل وتشغله. طيب السؤال، هل بيستهلك بطارية؟ طبعا بيستهلك بطارية، بس هل انت عندك استعداد تستغنى عن الميزة الحلوة دي عشان البطارية؟